يلا بينا نعمل احلى ميني بيتزا بالجبنه الفيتا باسهل طريقه وباحلى طعم. عندي بوله فاضيه هحط فيها نص كوبايه من الميه الدافيه، عليها معلقتين صغيرين من عسل النحل اللي هو العسل الابيض، لو مش متوفر تقدري تحطي معلقه كبيره من السكر. كمان هحط عليهم باكت من الخميره الفوريه او اي نوع خميره متوفر عندك. هقلبهم مع بعض كويس قوي وهسيبهم على جنب من 5 ل10 دقايق لغاية لما احس ان الخميرة بتاعتي تفاعلت مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص حسيتها ان هي دابت مع بعضها، هسيبها بقى على جنب. عندي بقى في العجان بتاعي او البولة، لو مش متوفر عجان عادي مفيش اي مشكلة، عجيني بايديكي. 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة صغيرة من الملح، وكمان ربع معلقة من البيكنج باودر، معلقة ونص من اللبن البودرة اللي هو حليب النيدو، وهبتدي ان انا اعجنهم كويس قوي. العجن بتاعي هيحتاج من نص كوباية مية لكوباية الا ربع على حسب نوع الدقيق اللي عندك. انا الدقيق اللي عندي اخد نص كوباية مية دافية بالظبط. اول لما احس ان الخميرة كده دخلت مع العجينة هبتدي بقى ان انا ازود المية بتاعتي. خدوا بالكم المية مش هنزودها كلها مرة واحدة علشان برضو نوع الدقيق بيختلف، احنا هنزودها بالتدريج. هديها كده تقليبه، هساعد برضو العجان بتاعي، هقلبها بالمعلقه الخشب عشان خاطر الدقيق كله يدخل في بعضه، وهزود بقيه الميه بتاعتي. كده العجينه بتاعتي خلصت، هي خدت بالظبط 10 دقايق عجن، هتاخد من 7 دقايق ل10 دقايق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى نطلعها وهنطبقها كده 8 تطبيقات. بصوا انا كنت هنا بوريكم اقول لكم ان هي اهي مش بتلزق، يعني هي بتلزق عادي بس مش بتمسك في ايدي. هنطبقها بقى 8 تطبيقات بالشكل ده، وهنجيب بولة نظيفة ونحط فيها نقطتين من الزيت. هدهن البولة كويس قوي بالزيت، وهحط العجينة بتاعتي تخمر وهغطيها. هتخمر معاكي من 2 ل3 ساعات، ولو قعدت اكتر من كده كمان يكون افضل. كل ما العجينة ارتاحت معاكي كل ما تاخدي قوام في عجينة البيتزا اهش واحلى. عندي بقى معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، عليها نص معلقة كبيرة من الكاتشب، وكمان معلقة كبيرة من الزعتر المجفف. الزعتر بيخلي طعم البيتزا جميل جدا وفي حتة تانية، جربوها وعلى ضمانتي. هقلب كده المكونات في بعضها، ولو عندك كمان زيت زيتون بكر تقدري تحطيه، بس انا ما كانش متوفر عندي، برضو بيديها طعم حلو. هبتدي بقى ان انا افرد العجينة بتاعتي وهقسمها نصين. انتي ممكن عادي تعمليها عجينة واحدة مفيش مشكلة، يعني هنا كنت عاوزاها عجينتين. هبتدي بقى ان انا اقطعها بسكينة او قطاعة اللي متوفر عندك، وهكورها واشيل واحدة كده على جنب، وهبتدي في واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجينة بتاعتي عايزة اقول لكم ان هي طرية جدا جدا، وقوامها املس خالص ومش بتلزق في الايد. هبتدي بقى كده ان انا افرد العجينه بتاعتي بايديا. انا مش هنا مش استخدمتش لا نشابه ولا اي حاجه، انا ابتديت ان انا افردها بايدي، وده الافضل للعجينه ان انت تشتغلي فيها بايديكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحطها في صينيه مدهونه من رشه من الزيت علشان خاطر العجينه ما تلزقش في الصينيه. شوكة بقى عندي او سكينة، هبتدي ان انا ادخلها كده في العجينة، اشكشك بيها العجينة علشان خاطر العجينة ما تتنفسش معايا في الفرن وتبقى اشبه بعجينة العيش. وهبتدي بقى ان انا احط الصلصة، هحط على الوش بتاع العجينة كلها صلصة. تقدري ان انتي تستخدمي كمان جبنة موتزاريلا لو حابة، انا هنا عملتها بالفيتا وما حطيتش فيها جبنة موتزاريلا بالشكل ده. وهدخلها الفرن شغال مسبقا على درجة حرارة 180، وبعد كده هشغل عليها الشواية تاخد وش حاجة بسيطة. عايزة اقول لكم ان كانت البيتزا دي اقتصادية قوي، ما بتاخدش لا موتزاريلا ولا خزعبلات كتير، وكان طعمها جميل قوي بالجبنة الفيتا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة.